اهلا وسهلا في حلقه جديده من بودكاست مصدر دخل، البودكاست اللي بيتكلم في كل ما هو متعلق بالفلوس والبيرسونال فاينانس وحالتك الماديه. في حلقه النهارده هنتكلم على اهم موضوع من اكتر المواضيع الشائعه جدا في موضوع الفلوس ده، وهو managing your money او انك تدير اموالك. كتير قوي بنسمع فكرة ان ادارة المال اهم من انك تعمل الفلوس نفسها، والكلام ده صح جدا. وعلشان تفهم الكلام ده انا في حاجة دايما لما بروح ادي اي توك او اي برزنتيشن دايما ببدأ بيها، وهو السؤال كالاتي: هل في راجل بيقبض 10,000 جنيه ممكن يكون ماليا حر، يكون financially free؟ بسأل السؤال ده، وفي شوية من الأوضة بتبقى غالبا تلت أو نص الأوضة بيرفعوا ايديهم بيقولوا ممكن، والنص التاني بيقول لا مش ممكن. والإجابة إنه ممكن فعليا، ممكن أي حد بأي مبلغ يكون ماليا حر. وبيجي السؤال التاني: هل ممكن واحد يكون بيعمل 1,000,000 جنيه في الشهر يكون مش ماليا حر؟ والإجابة هنا نفس الحاجة، إن ممكن يكون واحد بيقبض 1,000,000 جنيه في الشهر ومش ماليا حر. ليه؟ لأن هو بيصرف أكتر من 1,000,000 أو بيصرف اولموست كل فلوسه او كده، فهو ما عندوش الحريه الماليه اللي هو متخيلها. فالكلمه اللي احنا قلناها هنا، الفرق ما بين الراجلين دول ان في واحد عارف ازاي يصرف فلوسه صح، والتاني مش عارف ازاي يصرف فلوسه صح. ودي في المطلق فكره مانجنج الماني او اداره المال، لان الصرف جزء من الاجزاء بتاعه اداره الفلوس، مش هي الشيء الاساسي. مش جاي اقول لك يعني امسك صرفك، ولكن هي جزء مهم جدا وفي اجزاء تانية. فاحنا النهارده جايين نتكلم على ماني مانجمنت او اداره المال، ازاي تقدر تدير مالك. فنفس المبلغ النهارده اللي انت شايف ان هو مش مكفيك او مش كفايه او ان انت محتاج اكتر، ازاي تقدر تخليه كفايه ليك انت. علشان نبدا الحلقه بشكل كده لذيذ، انا في قصه قلتها بالصدفة على السوشيال ميديا ولقيت علقت مع الناس، فقلت اقولها هنا برضو. يعني انا كنت بدي استشارة من كذا شهر كده، واحد كان جاي لي في استشارة وبيقول لي: ده انا متخرج من نفس جامعتك وانا متعلم وبشتغل في شركة مالتي ناشنال ومش عارف ايه، وبيقول لي ان قبضه كبير قوي. يعني هو بيقول لي ان هو بيقبض في الشهر ما يقارب 300,000 جنيه. فتمام خلاص، ايه بقى المشكلة يا سيدي؟ جاي يقول لي المشكلة ان انا معيش فلوس كفاية. بقول له ازاي يعني؟ بيقول لي: باجي في ثالث اسبوع في الشهر وفلوسي بتخلص، وباخد اخر اسبوع ده ممكن استلف فلوس، ممكن استخدم الكريدت كارد كتير ومش عارف ايه. فبقيت مش فاهم. بقول له: يعني ده في ناس بتقبض 15,000 جنيه في مصر والناس دي عايشين مرتاحين يعني، او يعني الدنيا ماشيه يعني، فازاي 300,000؟ يعني انت بتعمل ايه؟ والفكره كلها في حاجه، ان انا في مخي طيب خلاص، هو واضح الراجل عايش في قصر ومعاه بدل العربيه 6، يعني واضح ان هو عيشته مختلفه يعني. ولما نظرت الى حياته اكتشفت ان هو طبيعي جدا، العكس. يعني هو ممكن تكون حياته اقل بكتير من حد تاني اعرفه بيقبض 20-30 الف. فانا بقيت مش فاهم هو المعضله فين. فهنا طبعا اضطرينا في الاستشاره نركز على حاجه اسمها تراكنج، فاحنا وده هنتكلم عنها النهارده يعني. فبدانا نلم كل ارقام ونشوف بيدخل دخل قد ايه، بيخش منين، بيصرف فلوس قد ايه، بتتصرف فين وكده. وهو شخصيا سبحان الله لما عملنا الورشه دي، هو اكتشف ان هو ما عندوش اي فكره فلوسه بتتصرف في ايه. يعني انت لو سالته انت بتصرف فلوسك في ايه، هو فعلا ما يعرفش. يعني يقول لك مصاريف البيت، بس هي في ايه فعلا ما يعرفش. فمش قادر يفهم احنا ازاي مصاريف بيتنا كبيره قوي كده، ازاي مصاريف بيتنا معديه ال 300,000 جنيه. فهنا لما قدرنا نعمل الورشه دي، نتابع كل الارقام اللي داخله واللي خارجه، قدرنا نعرف المشكله فين. والموضوع ما خدش مننا اسبوع اسبوعين وحلينا المشكله على طول. يعني قدرنا نشوف طب ناخد فلوس منين، نحوش فلوس فين، نستثمر فلوس فين، وبعديها نصرف فين وما نصرفش فين وكده يعني. فاكتشفنا في الاخر الحمد لله ان من خلال الشهر اللي بعده على طول الراجل بدا يكون بيحوش على الاقل 100,000 جنيه في الشهر. فانت متخيل ان كان في على الاقل 100,000 جنيه الراجل ده بيصرفها في حاجات مش مهمه تماما. والمشكله مش ان هو مثلا مبذراتي او راجل صريف، المشكله ان هو ما بيعرفش يدير الفلوس بتاعته. فعشان كده اداره المال شيء اساسي جدا وشيء لازم كلنا نتعلمه. لان انت ممكن ساعات تبقى حاسس ان والله انت مشكلتك انك ما بتعملش فلوس كفايه، ولكن بتكتشف ان المشكله الحقيقيه هي ان انت مش عارف تدير المبلغ اللي معاك انت. وبرضو دايما بحب اقول الموضوع ده، ان لو حسبنا ايكويشن كده، معادله للحريه الماليه، المعادله البدائيه خالص هي مش صح، يعني مش بقول انها صح، بس هي المعادله البدائيه خالص بتقول ان يكون دخلك اكتر من مصروفاتك. يعني الفلوس اللي بتخش في الشهر اكتر من الفلوس اللي بتتصرف في الشهر. هي مش صح، وممكن نعمل حلقه تانية على هي ليه مش صح، ولكن في المطلق هي دي حاجه حلوه، ان انت الفلوس اللي بتخش لك ايا كانت كام
اكتر من الصرف اللي بيطلع ايا كان كام الصرف ده. فدايما الناس على السوشيال ميديا بتركز في حته طب ما نعلي دخلنا، طب يلا نعمل مصادر دخل كتيره، طب يلا انت محتاج تترقى، طب نط من وظيفه لوظيفه وتاخد مرتب اعلى. فدايما بنركز في حته الدخل دي، وعلى فكره دي الحته الصعبه، لان الحته دي محتاجه منك مجهود شخصي، محتاجه منك تحسن من ادائك، تحسن من واجباتك، تجتهد اكتر، يعني محتاجه منك تبني بيزنس جديد، تفتح حاجه جديده، فمحتاجه منك شغل ومجهود. طب ما نبص على الناحيه الاسهل، ما هو انا ممكن ما ازودش الرقم اللي على الشمال ده، ما ازودش الدخل بتاعي، ولكن اقلل الرقم اللي على اليمين، اقلل مصروفاتي. ودي من الحاجات اللي فعليا سهله. ليه؟ لان انت فعليا هتيجي تاكل في مطعم، فبدل ما تختار الحاجه الغاليه هتختار الحاجه الرخيصه، او تختار اصلا انك ما تخرجش، او تختار مطعم ارخص. فاحنا مشكلتنا ان احنا مش بنميل لحته الاكسبنسز دي، المصروفات دي، لان احنا للاسف ما بنحبش نقلل مستوى معيشتنا. بالعكس، احنا اصلا عايشين مستوى معيشه فوق طاقتنا، فوق الدخل بتاعنا، وهو ده سبب ان احنا عندنا مشاكل ماديه النهارده، ان احنا اصلا بنصرف اكتر ما بندخل. ولكن انت منطقيا لو بتقبض قليل المفروض تصرف اقل من دخلك، يعني ده المنطق. ولكن احنا كبشر للاسف من ناحيه المنظره، سوشيال بريشر، الناس اللي حواليا بيطلبوا اكل غالي، نفسي اجرب التجربه، الحاجات دي بنخش في المتاهات اللي في الاخر بتودينا ان احنا مضطرين نتفرج على محتوى وبودكاست مصدر دخل. طيب، فعايزين ناخد الخطوه اللي بعد كده، وهي ان احنا نتكلم على فكره الكنترول او الديسيبلين. الكنترول هي التحكم، والديسيبلين هو الادب او الاداب. هو بيقول لك ان انت يبقى عندك اداب في المعامله مع الفلوس، هي دي اكتر طريقه حلوه ان انت تعرف تبقى غني بيها. فناس كتير معاها فلوس، بس مش ناس كتير بتعرف آداب الفلوس، أخلاق الفلوس، إزاي يتعامل مع الفلوس دي. هو بيقولك بكل بساطة إن أنت لو ما عندكش كنترول، ما عندكش تحكم، فمهما دخلك زاد مصروفاتك هتزيد معاه. وهو ده فعليا اللي انا بوصفه، ودي حاجه اسمها اللايف ستايل كريب او الانفليشن كريب. فكرتها ايه؟ فكرتها ان انت كريب دي اصلا ترجمتها الحرفيه ان انت راجل مريب. انت ليه مريب؟ لان الاداب او الاخلاق اللي انت بتوريها في الموضوع ده بتبقى مريبه، اللي هي انت بكل بساطه انت مثلا بتقبض 20,000 جنيه وبتقول والله انا لو بقبض 25,000 هتبقى كده تمام قوي، كده هنستريح وهنكون كمان بنحوش مبلغ ومش عارف ايه. اول ما تقبض 25,000 تكتشف ان انت مش مستريح خالص، وتكتشف ان انت مش بتحوش، وتكتشف ان انت لسه في نفس الحالة المادية السيئة. فبتكتشف ان انت عشان بدأت تقبض اكتر فمخك بدأ يحسسك نصرف بقى اكتر، ده احنا ترقينا يعني. فمن هنا بيبدأ تصرف بشكل مريب، فسموها اللايف ستايل كريب. ودي طبعا حاجة اللي بنحاول نبعد عنها. فدلوقتي عايزين نتكلم على شوية خطوات نعملها علشان نمانج فلوسنا او ندير اموالنا، مع العلم ان الخطوات دي مش هي الخطوات الوحيدة، هو مش قرآن، يعني مش كل الناس لازم تعمل كده عشان تمانج. الناس البيجنرز اللي ما بيعرفوش يمانجوا خالص بنبدأ معاهم بالشكل ده، وفي طرق تانية كتير يعني. بس انا حابب اقول لك كل الطرق يعني، او كل الخطوات، علشان نحاول نستفيد على قد ما نقدر. اول خطوه، ودي من اهم الخطوات اللي الناس مش بتعملها عشان بتفتكر انها مش مهمه وبتهمشها، وهي من اهم الخطوات، وهي انك تعرف ارقامك. مش منطقي ان انت شخص قاعد مش عارف معاك كام في البنك، مش عارف بيخش لك كام وبتصرف كام. الموضوع ده مخيف، الموضوع ده مش عادي. وانا بدات اتبنى فكره جديده، وهي فكره ان انا اول ما اصحى من النوم بمسك الموبايل اول حاجه، بدل ما بقيت افتح السوشيال ميديا بقيت افتح حساباتي في البنك واعرف معايا كام. وعندي نوتة كده على الموبايل كاتب فيها كل حساب بنكي، لان الحمد لله عندي كذا حساب بنكي، فبكتب كل حساب بنكي فيه فلوس قد ايه، بكتب الفلوس الاسيتس او الاصول اللي انا مشتريها قد ايه ومحطوطه فين، فببقى عارف كل حاجه. والرقم ده ممكن اكون بجدده في الوقت الحالي، بجدده تقريبا كل اسبوعين او كل شهر، لان الحمد لله الدنيا دلوقتي كويسه. ولكن في الاول خالص كنت بجدده يوميا، لان انت ممكن تخرج مثلا النهارده بالليل وتصحى الصبح ما عندكش ادراك انت صرفت قد ايه او استغبيت قد ايه من الاخر كده. فيستحسن انك تكون يوميا بتعرف الارقام بتاعتك دي. والحاجه التانية بقى، ان احنا طالما احنا دلوقتي واخدين خطوه ان احنا عايزين نمانج فلوسنا بالشكل الصح، ففي اكسلايه هحط لك اللينك بتاعها يعني مع الحلقه دي. الاكسلايه دي هي طريقه ان احنا نكتب فيها كل الدخل بتاعنا، كل تحويشنا في كل حساباتنا في البنك، وكل مصروفاتنا. وهي دي الحته الخطيره، كل حاجة هتصرفها في حياتك لازم تكتبها. اي حساب بنكي هتطلع كده اللي هي البنك ستيتمنت الشهرية بتاعته دي، وكل حاجة حتى لو الحاجة دي ب10 جنيه، حتى لو رحت الكشك وجبت حاجة ازازة مية، هنكتب كل حاجة على الاقل الاول شهر او شهرين.
والهدف من الموضوع ده ان احنا نشوف بنصرف فلوسنا في ايه، والهدف من الموضوع ده ان احنا بعد كده نبدا نحلل الارقام دي ونشوف اكتريه فلوسنا ضايعه في ايه. يعني انا لما عملت الموضوع ده اول مره قبل ما اتجوز، يعني اكتشفت ان انا 70% من فلوسي بضيعها على اكل، بجيب اكل من بره، ده لاني بحب الاكل جدا ولاني مفجوع جدا ولاني مش بطبخ في البيت نهائيا. فاكتشفت طبعا ان كان المفروض احدد الموضوع اكتر، وكان المفروض مثلا اطبخ في البيت، اتعلم اطبخ مثلا الفطار، فما كنتش بشتري 3 وجبات في اليوم، او متعادل اجيب مثلا اكل جاهز، او اروح اكل اكتر عند مثلا اهلي واصحابي، حاجه بالشكل ده. تبقى اي طريقه ان احنا نقلل المبلغ اللي بيطلع ده. وفي ناس تانية هتلاقي بتصرف فلوس في حاجات تانية، ومن هنا تعرف انت فلوسك بتضيع في حاجات مهمه ولا مش مهمه، وايه اللي المفروض تقلله وايه اللي المفروض تقسمه وايه اللي المفروض تزود فيه في صرفك وكده. وتاني خطوه بعد ما احنا خلاص ظبطنا الموضوع ده وقعدنا شهرين واتبعنا وعملنا التحاليل دي كلها، تاني خطوه اسمها ال 50 30 20. والثلاث ارقام دول مش ثابتين، في ناس بتقول ارقام تانية وفي ناس تقول لك الارقام مش مهمه، وهو في المطلق الارقام دي مجرد منهج، طريقه علشان تسهل عليك الموضوع. بتقول لك ان انت محتاج اول ما تاخد مرتبك او دخلك يخش لك تقسمه 50% تحطه على جنب كده، 30% تحطه في النص، و20% تحطه على الجنب التاني. ال 50% الاولى دي بترمز الى الاحتياجات بتاعتك. احتياجات بتاعتك، الاحتياجات يعني من غيرها انا هموت. هنتكلم على اكل البيت، مش بنتكلم على اكل الخروج، لا اكل البيت. بنتكلم على الايجار، بنتكلم على الكهرباء والميه والغاز اللي هي الاساسيات بتاعت حياتنا. فهنا احنا بنتكلم على الحاجات اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها. 50% من مرتبك بتروح هناك. ده طبعا للناس اللي دخلها قليل او متوسط. بيتبقى 30% اللي في النص. ال 30% اللي في النص دي بنصرفها على الحاجات الرفاهيه اللي احنا بنعملها، اللي هي الرفاهيه الحلوه مش الرفاهيه الوحشه. يعني خروجات، والله عيد ميلاد مش عارف اهلي، عيد ميلاد اخواتي اصحابي، فمضطر اجيب هديه مش عارف ايه، فدي الحاجات. عايز اجيب حاجه لنفسي، شوكولاته لنفسي، شوكولاته للولاد مش عارف ايه، فدي ال 30% اللي في النص. حاجات بقول يعني رفاهيه، ولكن مش بروح اشتري ايفون انا ما اقدرش اشتريه واقول ما هو مقدم وبقسط وهقسط من 30. لا، ده كده غلط خالص. وال 20% المتبقيه دي بتكون التحويش، وفي حالات اخرى بتكون الاستثمار، في حاله ان انت راجل فاهم ازاي تستثمر فلوسك. ف20% من مرتبك بتتحوش. لو الناس عندهم مشكله في مصروفات البيت ان هي عاليه قوي، ساعتها ساعات بنقسمها 70 20 10. 70% لاحتياجات البيت عشان احتياجات كتيره، و20 و10 واقل. وساعات بتبقى انت مثلا دخلك كبير قوي فممكن تحوش نسبه اكبر من دخلك 40%. وساعات في حالات ان في حد خلاص مش عليه ديون او اي حاجه، بنقسم اصلا ال20 اللي في الاخر بتبقى 20 استثمار و20 تحويش، فدول بيبقوا 40 لوحدهم، وال60 بيتقسموا على الرقمين التانيين. فدي الخطوه الثانيه. والخطوه الثالثه اللي بعد كده متعلقه بالموضوع ده، وهي ان ال20% اللي احنا اتكلمنا عليها 50 30 20، ال20% تبقى هي اول رقم يطلع. دي حاجه اسمها قبض نفسك الاول، اتكلمنا فيها قبل كده، وفكرتها بكل بساطه اول ما مرتبك يدخل خد ال20% وحطها على جنب في حساب تاني. ليه؟ علشان انت لو سبتها للاخر خالص اللي هيحصل ان انت هتتزنق في نص الشهر وهتصرف ال20% وهتقول مش مشكله دي الفلوس الزياده التحويش، فبعد ما السنه تخلص هتكتشف انك ما حوشتش اي حاجه خالص. فعشان كده ال20% دي بيقول لك قبض نفسك الاول، ادي نفسك ال20% دي في الاول في حساب تاني تحويش، حوش ال20 وزنق نفسك بعد كده في ال80% اللي متبقيه لاخر الشهر، بدل ما تكتشف ان انت مش بتحوش نهائيا. الخطوه اللي بعد كده هي ان انت بتحط هدف تحويش. يعني انا مثلا بقول والله انا عايز السنه تخلص السنه دي وانا محوش 100,000 جنيه في الحساب البنكي. ده بعد ما صرفنا فلوسنا كلها وعملنا كل اللي احنا عايزينه، يبقى فيه اخر السنه 100,000 جنيه. فده هدف، انت لازم تحط هدف للتحويش. مفيش حاجه اسمها انا هحوش وخلاص ونبقى نشوف اللي هيحصل. ليه مفيش حاجه اسمها كده؟ لان ده بيخليك بتصرف، بيشجعك انك تصرف من فلوس التحويش، لان انت ما عندكش هدف، انت بتحوش وخلاص. فبعد كده في اخر السنه حتى لو لقيت في الاخر ان انت معاك 20,000 جنيه بس محوشهم، هتبقى راضي بيهم، هتبقى تمام مش مشكله، لان انت في مخك انا اصلا ما كنتش بحوش. ولكن لو انت كنت حاطط هدف ال 100,000 ساعتها هتبقى كين او مركز او جابر نفسك على فكره انك توصل لل 100,000، وعارف انت المفروض تحوش قد ايه كل شهر عشان توصل لل 100,000 بتاعتك. فده برضه هيكون بيشجعك انك تقلل مصروفاتك في شهور معينه، او لو في شهر بهوقت منك شويه الشهر اللي بعديه تحاول تعوض.
وطبعا مع التحويش ده بنتكلم في فكره الامرجنسي فند، اتكلمنا في الموضوع ده في حلقه البيبي ستاب مليونين. لازم يبقى عندك امرجنسي فند، وهي مبلغ انت حاطه على جنب غير التحويش، عشان لو لا قدر الله حصل اي مشكله، حد دخل مستشفى مش عارف ايه كده، نعرف نصرف منها، ما نصرفش من فلوس اللي احنا محوشينها. الخطوه اللي بعد كده ان احنا ندفع كل الداتس اللي علينا او كل الفلوس اللي انت مديون بيها، المديونيه اللي عليك. برضو تاني في بيبي ستاب مليونير هي نفس الخطوات، انا فاهم، بس انت لو شخص خلاص عملنا اول خطوه اللي هي عملنا تراكنج لارقامنا، بس انت اصلا عليك ديون، هتحوش ازاي؟ الموضوع صعب جدا. فهنا بيبقى الهدف ان احنا نحل كل ديوننا اول باول، لان دي الطريقه اللي هتساعدنا زي ما قلت لك ان احنا بدل ما نعلي دخلنا نقلل مصروفاتنا. فدي طريقه من تقليل المصروفات، ان الدين ده اكتر مصروف اصلا بيتخصم منك وغصب عنك بيتخصم منك كمان، فانت هتتهنى بالفلوس دي اول ما تسدده كامله. والخطوه اللي بعد كده هي الخطوه بقى البديهيه اللي كلنا بنروح لها في الاول، وهي ان احنا نحاول نزود دخلنا. طبعا انك تزود دخلك حاجه جميله جدا، ولكن هي مش ضروري اول خطوه انك تمانج احسن، لان انت لو معكش اداب الفلوس وزودت دخلك هتصرف الفلوس دي كلها وتخش في مشاكل اكبر. فطبعا يستحسن ان في الاواخر كده نعمل خطوه ان احنا نزود دخلنا. مصادر دخل كتير مختلفه، اتفرج على كل حلقات البودكاست، اتفرج على اي حاجه انا بنزلها واي محتوى اونلاين، يعني كله بيساعدك انك تزود دخلك. اخر خطوه خالص هنتكلم عنها وهي فكره ان انت بتغير طريقه تفكيرك، وهي فكره الادب اللي انا بتكلم عنها. في ناس بتقول لك، الناس الاغنياء عامه بيقولوا لك ان انت يبقى عندك اداب او ديسيبلين احسن بكتير من ان انت يبقى عندك دخل، او ان انت يبقى عندك دخل عالي. فان انت تنمي ادابك احسن ما تنمي الدخل بتاعك. والموضوع علشان افسره لك كده بالبلدي، هو بيقول لك انه لو انت ما بتعرفش تدير 1000 جنيه او ال 10000 جنيه المرتب بتاعك النهارده، ففي يوم من الايام لما ربنا يفتح عليك وتعمل المليون جنيه الدخل اللي انت عايز تعملهم، مش هتعرف تديرهم 100%، لان انت مش عارف تدير اللي اقل منهم. فلو انت بتضيع النهارده ال 10000 جنيه بحجه ان انا لو كنت بعمل مليون ما كانش زماني بضيعهم، اوعدك مليون في المية ان انت كمان هتضيعهم لما تعملهم. فعشان كده موضوع الديسيبلين او اداب المال هي من اهم الحاجات اللي احنا لازم نتبعها. وكمان بيقول لك ان انت تدير الفلوس، الحلقه دي كلها اللي احنا بنتكلم عليها هي هابت او عاده، هي مش وان تايم فيكس. الوان تايم فيكس ده اللي هو بيقول لك لما واحد يبقى مدمن وبيبقى عنده اعراض الانسحاب، فمحتاج بس واحده كده سريعه بس عشان ايه، يرجع يلم نفسه كده تاني ومش عارف ايه، فدي اسمها الفيكس. فهو بيقول لك ان انت تدير مالك مش وان تايم فيكس. احنا مش هنقعد دلوقتي قاعده نظبط لك اداره المال وخلاص كده صباح الفل يلا كمل بقى حياتك واحنا خلاص ظبطنا المال، لا. دي لازم تبقى عاده، ان انت كل يوم بتخش تكتب ارقامك، كل يوم بتظبطها، كل شهر بتراجع املاكك وفلوسك والكلام ده كله، لازم تبقى عاده مش وان تايم فيكس. بس كده يا سيدي، دي الخطوات البدايه خالص لاي بيجنر ان هو يعرف يمانج فلوسه ويدير امواله. طبعا زي ما قلت لك هحط لك في رابط الحلقه دي تحتها لينك للاكسل اللي انت ممكن تستخدمها، محتاجك تعمل لها كلون وتعمل لها داونلود علشان تعرف تستخدمها عندك. وكنت عامل فيديو زمان قوي عن كيفيه استخدام الملف ده. الملف ده من اكتر الملفات اللي انا استخدمتها في حياتي علشان ادير فلوسي واموالي قبل ما كنت اعرف اعمل فلوس كتيره كمان، فده اللي ساعدني ان انا اظبط الاداب والديسيبلين اللي بنتكلم عنها. هحط لك برده لينك الفيديو ده، بس هو قديم حبتين ما تزعلش مني يعني. واشوفكم في الحلقه اللي جايه.